الحمد لله. منتخب الأردن فاز على منتخب كوريا الجنوبية. هل هذا الأمر يعني في مشكلة لو فرحنا بهذا الفوز؟ جواب مفاجئ: لا، ما في مشكلة، بس بشرط يا جماعة الخير أن نراعي 3 قضايا. القضية الأولى: ثبت عن الصحابة بسند الصحيح أنهم كانوا أحيانا يتبادحون بقشر البطيخ، يعني بيرموا على بعض قشر البطيخ. تخيل، عمر بيرمي على أبو بكر، وبكر بيرمي على، بيمزحوا بهذا المزح صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن نفس الرواية شو بتحكي لك؟ فإذا كانت الحقائق، إذا جد الجد، إذا كان هناك ساحات نصرة الإسلام والمسلمين والدفاع عن قضايا الأمة، فإذا كانت الحقائق كانوا هم الرجال. حياتهم مش كلها قشر بطيخ، لأن نهار قشر بطيخ بين مع بعض البطيخ. عندهم استراحة محارب، ما في إشكال، لكن عندهم محاربة ومكافحة ومناضلة ونضال لأجل الأمة، لأجل الدين، لأجل الإسلام، لأجل المسلمين، لأجل المستضعفين من المسلمين. هذا كان حالهم. فافرح ما في إشكال، لكن عند الحقائق وهي الأصل وهي الغالب لابد أن نكون رجالا في العمل بعد الاستعانة بالله عز وجل. النقطة الثانية: إذا إنسان ابنه فاز بالتوجيه، نجح بالتوجيه، مش يعني عدم مؤاخذة يعني فريق كرة قدم فاز على فريق آخر، لا، يعني ابنه نجح بالتوجيه، إيش يعني؟ يستحق الفرح. وجاره عندهم حالة وفاة، ابنهم مات، أبوهم مات. غالبا ما صاحب الفرح الابن نجح بالتوجيه يراعي شعور جيرانه، فبيفرح، مش لا يفرح، يفرح، لكن ما بظل الفرح أمام جاره فيجرح شعوره، بل يواسيه. إحنا يا جماعة الخير مو جيراننا، إخواننا وجيراننا في نفس الوقت. 27 ألف شهيد وهم على الأبواب مجاعة، وما زالت الحرب عليهم مستعرة. نظهر هذا الفرح بفوز فريق كروي على فريق كروي آخر وننسى مآسيهم وكأننا لا نشعر بشعورهم؟ يا أخي افرح، لكن لا تظهر فرحك فتؤذي مشاعر الآخرين طاعة لله عز وجل. النقطة الثالثة: يعني إنسان قد يفرح لأنه حفظ كتاب الله عز وجل، قضى على قضايا الفساد في البلد، قضى على قضايا البطالة في البلد، حدث يستحق الفرح، وفرح قد يكون كبير يعني. لكن فرح لكرة قدم حجمه ما يكون زي حجم الفرح بالأمور العظام. ما ندخل الأمور ونخليها كأنها يعني الفلاح في الدنيا والآخرة. نعطي كل شيء حجمه الطبيعي يا جماعة الخير. والنهاية أسأل الله تعالى أن يعم الفرح ديار المسلمين كلها في الدنيا والآخرة. وسلامتكم.